في ثلاث لعيبه من وجهه نظري من فريق روما. اول واحد اللاعب كريستانتي، لان هو اللي دخل على راكيتيتش ومنعه من ان هو يكمل الكوره، ثم التمريره اللي صنعها اللاعب مانشيني الى باولو ديبالا، ثم هدف ديبالا. هو ده الكاونتر بريسنج، لما تكون انت خارج بالكوره فده بيدي فرصه للفريق اللي يقطع الكوره ان هو يقدر يستفيد. انظر الى هذا الرقم، ديبالا يرفع رصيد التهديفي من النسخه الحاليه البطوله ل 5 أهداف، وجميع الاهداف من لاعب مفتوح بالقدم اليسرى من داخل المنطقه. قلت لك هو حقق القفزه النوعيه المنتظره والارتفاع بمستوى لفريق. لما يكون الفريق مبني ومتكون على لاعب زي باولو ديبالا، باولو ديبالا 36 مباراه هذا الموسم في جميع المسابقات، ده الهدف رقم 17 وصنع 8 اهداف. لما بكلمك على الكاونتر بريسنج، الفريق اشبيليه طالع وهيبتدي يهاجم، وكل واحد بص من اللعيبه بص الفنانات البيضاء هتبتدي تنتشر، واللي كان ماسك واحد ابتدى يسيبه عشان يحاول يسهل مهمه اللي معاه الكوره، وفي لحظه بتقطع الكوره ثم تلعبها لباولو ديبالا في مكان مؤثر. وديبالا الحقيقه الكنترول بتاعه رائع، ولعبها صعبه جدا على ياسين بونو. انما العشر دقائق اللي من بعد الهدف شفنا كره خطيره، وشفنا ابتدى فريق اشبيليه يفوق، وشفنا تسديده قويه من راكيتيتش في القائم الايسر. انما دفاع روما هو ده اسلوب بيلعبوا بيه، if you miss the ball don't miss the leg. في رقابه قويه جدا على يوسف نصيري، مفيش غير ضربه راس واحده اللي هي دي من على البوكس وتصويبه راكيتيتش، انما وكان في كمان كره من ضربه ثابته اهدرها فرناندو. انما الرقابه فظيعه، هو ده الاسلوب وهي دي راس مال فريق روما وجوزيه مورينيو. تحدثنا على خطوره الاطراف بالنسبه لنادي اشبيليه، ولكن عزيز بن يبدو لنا بانه كان هو الحل الوحيد لنادي اشبيليه في الشوط الاول، لا يوجد حلول اخرى. لا يوجد حلول اخرى، لان روما كان ناجح في عمليه تطويق الملعب خصوصا في العرض، جعل ان اشبيليه لا يجد العمق الملعب ولا جاء الى الكره الطويله، ومن ثم ايضا روما نجح في منع الامداد لنصيري، وشفنا الرقابه على نصيري دائما 2-3 لاعبين على نصيري. كانت فرصه واحده والتصويب من بعيد تقريبا من راكيتيتش، هذه تصويب من راكيتيتش، لكن روما نجح في اسلوبه المميز وهو اللعب على عمليه ترانزيشن، افتكاك كره ثم عمليه تحول سريع. لذلك ديبالا سجل اهداف، 5 أهداف بنفس الطريقه الملعوبه، افتكاك ثم اللعب بسرعه الى الامام واستغلال المساحات. اظن بنا سوف نشاهد الهدف لروما، كان هدف رائع في تصميمه، اسلوب مميز. شوف بسرعه ان هناك محاوله فقدان التوازن لإشبيلية، وموجودين بالعدد. شوف كم عدد اللاعبين من إشبيلية، لكن يكفي 3 لاعبين في العمق لروما لكي يسجلوا الهدف. شوف الطريقة، العدد دائما ليس هو ضمان قوة الدفاع بل التمركز. شوف 3 لاعبين تلاعبوا بدفاع كله هنا تألق كان لبونو في هذه اللقطة. هذه الكرة اللي تصدى لها بونو، هذه في الكرة الأولى، لكن الكرة الثانية كان فيها سبيناتزولا يسأل على زاوية التسديد. لا، لكن جاته الكرة سريعة، الكرة كانت سريعة. وبنفس الكرة أظن بأن اللي تسجل فيها الهدف كان هناك أيضا فقدان التوازن وسجل بها الهدف إشبيلية بطريقة رائعة جدا. هذه الكرة اللي كان ضايعها ممكن نقول بأنه هو تصدي لياسين بونو، لكن صحيح أن سبيناتزولا كان ممكن أنه يلعبها على الطرف، وهذا هو الهدف. استخلاص كرة في وسط ميدان ثم التحول سريع بسرعة 2 ضد 2، أبراهام وديبالا لكي يركن الكرة على يسار ياسين بونو. وما هو ملحوظ بأن باولو ديبالا كان على الجناح الأيمن طوال الوقت، ما أن توغل إلى العمق، تغيير مركز مع تامي أبراهام حتى حقق هذا الهدف. رفيق، وهذا هو اللي كان متوقع واللي قلناه يعني قبل الاستوديو، المتفق عليه. صحيح روما هو الافضل في الشوط الاول، روما بدا جيدا، روما قبل الهدف افضل من كل الجوانب. بعد الهدف فيه استيقاظ، يعني استيقظ اشبيليا من يعني دخل في المباراه بعد الهدف. صحيح مفتاح روما هو ديبالا من البدايه، نقول يعني قوه ديبالا في الاختراق من الجانب الايمن ويدخل للعمق كمهاجم ثاني وراء ابراهام، ولكن المنظومه الدفاعيه كالكل مبنيه على ديبالا وابراهام. لو لاحظت تقريبا 5 مدافعين او نتكلم على 3 في محور الدفاع، زياده على كريستانت وماتيتش، زياده على الاطراف تشيليت وسبينازولا. تقريبا عندما بعد تضييع الكره الكل يتراجع للوراء، ومعهم بيلي جريني
كلاعب خامس لاعب وسط في وسط، ويترك يعني الحريه والرجوع ببطء للدفاع من ديبالا وابراهام. هذه الاحتفاليه عبد العزيز السليطي فقط نفسرها للساده المشاهدين، الاحتفال مع الجهاز الطبي، لان الجهاز الطبي بالنسبه لباولو ديبالا ولنادي روما فعل المستحيل لكي يلعب هذه المباراه باتم جاهزيه. دائما حتى اللاعبين المصابين يكون هناك رابط ما بينك وما بين اخصائي العلاج الطبيعي، لانك تقضي تقريبا وقت كبير معه، لذلك كانت الاحتفاليه مميزه ولم ينكر جهود اخصائي العلاج الطبيعي الموجود، وواضح بان ديبالا من نجوم المباراه في الشوط بسبب تسجيل الهدف. لكن دخول روما لهذه المباراه كان منطقي للغايه من قبل مورينيو. لماذا نقول دائما الخبره تلعب دور في مثل هذا النوع من المباريات؟ لأن ما شاهدناه من إدخال سمولينج. شوف كم لاعب في الملعب، فقط لاعب واحد وتقريبا على المنتصف. نعم، يعني هو بالنسبة لمورينيو حاول أن يبعد إشبيلية أكبر قدر ممكن من منطقة جزاء، فكان هناك ضغط ربما لم يكن عالي ولكن منطقة متقدمة نوعا ما. صحيح، خط الدفاع متقدم. في مباراة ليفركوزن كريستانتي كان مدافع ثالث يلعب، الآن في هذه المباراة أدخل خط الوسط لمثل هذا. زولا على الجهه اليسرى، لاعبين اثنين في الارتكاز، ماتشيت وكريستنت، هذا اللي كان في المباراه الاخيره في محور الدفاع واصبح في وسط الميدان، وبيليغريني على الجهه اليسرى، ولكن نظن بيليغريني راح يدخل اكثر ويصنع خامس لاعب وسط ميدان في الحاله الدفاعيه. ديبالا وابراهام، ديبالا على الجهه اليمنى ويدخل غالبا من الاحيان الى العمق، يصنع المهاجم الثاني وراء ابراهام. نظن ديبالا راح يكون اليوم مفتاح هذه المباراه. صحيح الجانب الجهه اليمنى دائما هو يدخل للعمق ويترك المساحه لتشيليك كظهير ايمن. اليوم غياب اكونا، نظن انا اكونيا من الجانب الدفاعي والجرينتا وشاراسا افضل من اليكس تيليك، لان دور ديبالا اليوم في صناعة اللعب في التمريرات مهم جدا. صحيح كريستنتن في وسط الميدان راح يكون أكثر عنده فعالية من الجانب الدفاعي، ولهذا نظن تغييرات مورينيو أكثر لكي يبدأ على مراحل. المرحلة الأولى لا يتقبل أهداف ويدافع بقوة ويلعب أكثر على المرتدات ولا قوة ديبالا وسرعة أبراهام، والشوط الثاني عنده يعني البدلاء اللي يقدروا يصنعوا الفارق في الدكه، وما بينهم يعني بوف او الشعراوي. نعم. اللي موجود في احسن ايامه في المباراه الاخيرتين وهو المسجل للاهداف. نعم، اذا هذه هي عمليات الاحماء بالنسبه لديبالا. 7 مباريات لعبوا منها اساسيين، الاهداف 4 للجميع، التمريرات الحاسمه 1 شيء بالنسبة لنصيري، أهداف من ضربات الجزاء هدف لديبالا، أهداف من لعب مفتوح 3 مقابل 4 لصالح نصيري، 3 مقابل 4 أهداف من داخل منطقة الجزاء لديبالا، بينما أهداف من خارج منطقة الجزاء 1 لنصيري، أهداف القدم اليمنى 2 لنصيري، بينما باليسرى 2 و4. روما يواجه إشبيلية. معلومات عن نهائي الدوري الأوروبي. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا لنشر المزيد. تتجه أنظار الجماهير الرياضية إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودكت الأربعاء من أجل متابعة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي استجمع بين فريق روما الإيطالي ونافسها فريق إشبيلية الإسباني. وعانى روما كثيرا حتى بلغ بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، فيما استطاع إشبيلية تحقيق نتائج رائعة وأقصى مانشستر يونايتد الإنجليزية ويوفنتوس الإيطالية في رحلتها إلى نهائي اليورو بلياغ. وبلغ فريق إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، وتمكن الفريق الأندلسي من تحقيق الانتصارات والتتويج بلقب المسابقة القارية في جميع المرات الماضية ال6 بأعوام 2006 2007 2014 2015 2016 2020. بدوره سيخوض نادي روما الإيطالي نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، حيث خسر في نهائي عام 1991 أمام إنتر ميلانو، وهذا هو 5 نهائي أوروبي. جميع المسابقات القارية بمسمياتها القديمة كبيرة لذئاب روما بعد أعوام 1961 1981 1984 1991 بالإضافة إلى 2022 دوري المؤتمر الأوروبي. واعد فريق إشبيلية ضد روما في مواجهة وحيدة بالدوري الأوروبي لكرة القدم
حيث تمكن الفريق الإسباني من تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء في دوري 16 من المسابقة القارية في موسم 2019-2020، وهو الموسم الأخير الذي حقق فيه اللقب. وحقق فريق إشبيلية 6 ألقاب أوروبية في تاريخه، وأمامهم فرصة تاريخية لإضافة اللقب السابع في الدوري الأوروبي، خاصة أن هناك 5 فرق فقط في تاريخ المسابقات الأوروبية حققت الألقاب فيها، وهي ريال مدريد 16 لقباً، برشلونة 12 لقباً، ميلان 9 ألقاب، ليفربول 9 ألقاب، بايرن ميونخ 8 ألقاب. وستكون هذه المباراة في الدوري الأوروبي هي المرة ال14 التي يواجه فيها فريق إسباني فريقا إيطاليا في نهائي إحدى المسابقات الأوروبية.